السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندويو في هذه الحلقة هذه اللي حلقة جديدة من اي بالدارجة على شنو هي الداتا. حيت اهم حاجة صراحة في الاي اي هي الداتا، حيت كما لاحظنا مثلا الماشين ليرنينغ راه كيتبازا على الداتا باش يلقى لينا لي رول. على هذا الشيء الا كانت الداتا ديالك ما مزياناش فراه ديك الماشين ليرنينغ غيلقى واحد الرولز اللي ما مزيانينش، بحال واحد الدري صغير تربيته في الصغر كانت خايبة، فاذا هو مع يكبر يكون واحد الشخص خايب ماشي بالضروره. مي الا قلنا بلي التربيه ديالو كانت خايبه ففي الحقيقه غادي يكون عنده واحد الحاجات اللي خايبين من غادي يكبر، ماشي 100% مي هذا هو المتوقع. على هادشي كاين واحد البرانسيب سميتو garbage in garbage out. يعني الا كانت الداتا ديالك اللي هي زباله فحتى الموديل ديالك غيكون زباله. وصراحه بما اننا كندويو بغيت ندوي في هذه القضيه هذه، حيت صراحه بزاف الناس اللي هما كيعتبروا راسهم زعما اي اي ستودنتس وزعما افونسي دخلوا الحاجات اللي هما معقدين، فديما كنشوفهم بلي كيركزوا على الماشين ليرنينغ موديل ولا الاي اي موديل اون جينيرال، وكينساو هاد القضيه ديال الداتا. وفي الاخر كيمشي يقلب وكيبدل ما بين لي موديل، وكيحاول مثلا يجرب واحد الموديل على واحد الموديل وكيلقى نفس الريزولطا انه ما كيعطيوش داكشي اللي كيتوقع. وهذا المشكل هذا فين راه في الداتا، ولكن هذه ديما كتوقع. على هذا الشيء غادي نقول لكم باللي اهم حاجه في الاي اي كامل هي داك الداتا، تعرف انت كيفاش تستغلها وكيفاش تحولها تعطيك ديك الريزولت اللي انت متوقع واللي كيكونوا واقعيين. على هادشي من بعد غادي ندويو على داتا انجينيرين وعلى كيفاش كديروا الاكسبلوراتوري داتا اناليسيز الاو دي اي وبزاف ديال الحاجات. المهم الداتا هي اهم حاجه عندنا في الاي اي، هذه خليها في راسك باش تلقى داك الفانكشن ابروكسيميشن، داك الفانكشن اللي كتقلب عليها والرولز يكونوا صحاح. حيت انت لقيتي الرولز وماشي صحاح اذا ما درتي والو وتكون ضيعتي بزاف ديال لي ريسورس. حيت ماشين ليرنينغ مودلز كيحتاجوا بزاف ديال لي ريسورس باش يتريناو. من بعد ندوي على هادشي. المهم هادي كانت واحد الهضره بزاف مهمه بزاف. اذا بالنسبه لينا الداتا، الداتا هي اي حاجه كاينه في هذا العالم هذا. دابا هذا الفيديو اللي كتفرج فيه راه عباره على داتا، لي بي دي اف اللي كتستعمل راه عباره على داتا. لي ريزو سوسيو داك لي بوست اللي كتشوف مثلا فيسبوك لينكدين انستغرام هادو كيبان على داتا. أه شنو المزيكا ملي كتسمع لي زوديو هذيك داتا. اي حاجه في هذا العالم راه هي داتا. الحاجات اللي كتشوفهم راه هما عباره على دي سيغنال كيدخلوا داتا. انت كتشوف مجموعه ديال الاشياء. أه يعني اي حاجه راه داتا. الداتا اللي في لي سيت ويب اي حاجه، يعني الداتا تقدر تكون عباره على دي تكست على دي زيماج دي زوديو دي فيديو الى اخره. وبالنسبه لنا يعني هاد الداتا هادي كما كنشوفوا هنايا and serve as the foundation for analysis processing and decision making in field like science business and technology. يعني هي اللي كتخلينا ناخذ ديك الديسيجن. صراحه مشات لي شنو هي ديسيجن بالعربيه، مي بحال لي انا مثلا باغي نختار ما بين واحد الاختيار او الاختيار بي. فإلا كانت الداتا ديالي مزيانه وشفت انا داكشي مزيان، لكن واحد الفيلد سميتو البيزنس انتليجنس اللي كيستعملوه الشركات باش يقدروا ياخذوا يعني تم كياخذ واحد الخطوه كياخذها بعقلانيه وبواحد الدراسه. هادشي اللي كيخليه هو ينجح. علاش؟ حيت عنده واحد الداتا اللي مزيانه بزاف وتجمعات بواحد الطريقه اللي مزيانه بزاف. اذا كانت الداتا ديالك مزيانه بزاف الموديل ديالك غيكون مزيان بزاف وغادي تقدر تشوف الامور بالطريقه اللي خصك تشوفهم. اوكي دابا نشوفوا لي تيب ديال الداتا. نبداو باول تيب اللي هو structured data. بالنسبه ل structured data in organized in a clear formatted manner often stored in relational database table spreadsheets. بالنسبه للناس اللي ماشي في الدومين ديال الاي تي باش نبسطوا عليهم، بالنسبه لينا structured data تخيل معايا دابا انت عندك واحد السميه واحد الكنيه واحد لاج، عندك واحد جوب تايتل الخدمه ديالك، واش انت ستودنت مثلا، واش انت مثلا السالير ديالك، عندك مجموعه ديال لي زانفورماسيون. فانت لي زانفورماسيون ديالك اللي بحال هكا اللي كيتقدروا يتكتبوا نقدروا على كل بيرسون نجمعوا هاد لي زانفورماسيون في واحد الطابلو اللي هو ستركتوري اللي عنده واحد الفورما. يعني كاع الناس عندهم فيرست نيم لاست نيم، يعني اسم اول اسم ثاني، عندهم الرول. مثلا هنا اللي كنا كندويو على شي سيت ويب فالرول ديالو مثلا انت ملي كتدخل شي سيت ويب كيوزر عادي ماشي هو كالادمين، داكشي اللي كيشوفوا الادمين ماشي هو داكشي اللي كتشوف نتايا. هو مثلا كيشوف العدد ديال اليوزر اللي دخلوا اليوم، كيشوف مثلا شحال تكليكاو على كل بوطون، يقدر يشوف بزاف ديال الحاجات. مي انت كتشوف داكشي اللي خصك انت تشوف كيوزر، مثلا تقرا شي مقال ولا
واحد الغوشاش كدير تشوف شنو كاين تما لي زانفورماسيون كذا. اذا بالنسبه لستركتور الداتا هي واحد الداتا اللي كتكون ستركتوري تقدر تحطها في واحد التيبل كما كنشوفوا هنا مثلا فيرست نيم لاست نيم رول، مثلا كاين وائل اميري ادمين، امين كريمي يوزر، زياد حميدي يوزر الى اخره. هذه بالنسبه لستركتور داتا. عندنا الانستركتورد داتا اللي هي الداتا اللي ما تقدرش انت تحطها في طابلو. مثلا قلت لك انا بي دي اف، واش بي دي اف تقدر تشدو مثلا انت تحطو في وسط الطابلو؟ وهذيك لانفورماسيون باش نشرحوه راه ممكن اللي يقول لي اوكي غنشد انا التيبل، غنشد انا ديك البي دي اف ونحطوه في وسط انا في وسط التيبل، علاش ما نحطوش؟ اوكي انت تحطو، غادي نجي نقول لك واش اي شخص في هذا العالم وريتيه داك الطابلو هذا يقدر يفهم شنو كيعني داك الطابلو؟ انت شديتي بي دي اف وحطيتيه، مثلا نقولوا نتخيلوا انك درتي هذه القضيه، حطيتي بي دي اف في وسط الطابلو، واش اي شخص غادي يشوف داك الطابلو غادي يفهم شنو داكشي؟ ما يفهمش. على خلاف في ستركتور الداتا، اي شخص كيشوف داك الكولوم، هاد الكولوم بحال فيرست نيم لاست نيم رول، هو غادي يفهم. حتى الا ما فهمش 100% كيفهم نسبيا، بينما لا حطيتي بي دي اف في وسط ما يفهمش. اذا الانستركتور داتا بحال اللي كندوي على لي زوديو، لي فيديو، البي دي افس، الوورد، اشياء بحال هاد. الحاجه الثالثه اللي هي واحد الميكس ما بين structured و unstructured data. مثلا كندويو على جيسون فايل، كندويو على مونغو دي بي. شو دابا ندخل الاي تي، ما بغيتش ندخل الاي تي. اوكي تخيل معايا باللي غادي نجمعوهم بجوج. تخيل معايا باللي عندك لي زانفورماسيون ديال اليوزر وبغيتي حتى التصويره ديال لاكارت ناسيونال ديالو حتى هي تخزنا، ولكن ما تخزناش انت مثلا يعني شي حاجه ما يفهمهاش اليوزر اللي خزنتيها. مثلا الناس تقول لي، انا نقول لك بلي تخزنا على 01، حنا حيت اي واحد عارف بلي لانفورماسيون كيمكن لك تحولها على شكل 01، فحنا نقولوا بلي هذيك التصويره غادي تقدر تحولها انت على شكل 01. ماشي اي واحد غادي يشوفه غادي يفهم، ولكن اي واحد يقدر يفهم باللي كاين الفيرست نيم واللاست نيم والرول، وتزيد انت التصويره على شكل 01 الايميجز. فها انت دخلتي شي حاجه اللي ستركتشرد مع شي حاجه اللي ماشي ستركتشرد، فهذه كتسمى السومي ستركتشرد داتا. سومي ستركتشرد داتا هي اللي كيكون فيها شي حاجه اللي ستركتوري وشي حاجه اللي ماشي ستركتوري. الحاجه اللي ستركتوري مثلا هي الفيرست نيم لاست نيم والرول، واللي ماشي ستركتوري هي مثلا التصويره ديال لاكارت ناسيونال مثلا القدامي ديالها واللور ديالها فرونت والباك. هذه بالنسبه للسومي ستركتشرد داتا. هنا كاينه الكوانتيتاتيف data هي represent measurable quantity and can be expressed numerically. كتقدر تكتب على شكل اعداد بحالاش بحال لاج، مثلا السن ديالك 13 15 18 20، الانكم شحال كتدخل في الشهر، التمبيراتور شحال درجه الحراره مثلا في البيئه اللي انت فيها، الانفيرونمون اللي انت فيها دابا الى اخره. هذه كتسمى quantitative data. عندنا الكواليتاتيف data describe characteristic or attribute that cannot be measured numerically. مثلا ملي كنقول لك الكولور احمر، واش انت تقدر تقول لي هذا الاحمر عنده واحد العدد؟ لا، ممكن كداتا اناليست ماشي كشخص عادي تقول لي بلي نحط بلي الاحمر مثلا 0، الازرق 1، الاخضر، ولكن هذا الشيء عندك انت بوحدك ماشي عند كاع الناس في العالم. كاع الناس كيعرفوا بلي الاحمر احمر، اخضر اخضر، ماشي كيبريزونطيوه على شكل اعداد. نفس القضيه بالنسبه للجندر، واش انت ذكر او انثى، فهذه ما يمكنلكش تبريزونطيها على شكل عدد. فهمتي؟ ممكن تقول لي 0 او 1، مي دابا حنا كندويو كاع الاشخاص في العالم شنو كيعرفوا ذكر او انثى. الاوبينيون الراي، يعني هذه شي حاجه اللي ما يمكنلكش تبريزونطيها على شكل يعني عدد، فكتكون كتبريزونطيها على شكل دي سترينغ تكست. هذا كيتسمى الكواليتيف داتا. كاينه التايم سيريز داتا. بالنسبه للتايم سيريز داتا دابا تخيل معايا حنا بغينا نصاوبوا واحد الابليكاسيون، هذيك الناس اللي يفهموها، اللي بغينا نعرفوا في كل ثانيه شحال هي درجه الحراره. فهنا ملي كنقولوا كل ثانيه، والتايم سيريز الصراحه راه ماشي كل ثانيه، راه كيكون كل جزء من الثانيه كتجينا داتا جديده. ولا باش نزيد نسهل عليكم اكثر، تخيل معايا باللي عندنا واحد الشارجور، بغينا نعرفوا هذا الشارجور هذا كيفاش كيسخن مع الوقت، حيت كان عندنا في المغرب واحد المشكل ديال الشارجورات كيتفرقعوا، فبغينا نشوفوا كيفاش هذا الشارجور كيسخن باش نعرفوا واش مزيان ولا ماشي مزيان. فانا غادي نشوف باي تايم شحال هي التمبيراتور ديالو، وانا ما يمكنليش نتسنى ساعه ساعتين عاد نعبر، بغيت كل جزء من الثانيه نعرف انا شحال هي درجه الحراره ديالو داخل كل جزء من الثانيه. فهذه كتسمى تايم سيريز داتا. فهو يقول لي مثلا 11 و42 دقيقه و5 ديال الثواني، ومثلا جزء من الثانيه شحال التمبيراتور 11 42 دقيقه 5 ديال الثواني وجوج جزء من الثانيه، شحال عنده درجه الحراره. يبقى ماشي بحال هكا،
هذه هي تايم سيريز ديتا collected at regular intervals over time. يعني كل واحد الانترفال ديال التايم كتجي مثلا كل جزء من الثانيه ولا كل ثانيه ولا كل دقيقه على حسب انت يعني والبيزنس ديالك والبروبليم اللي باغي دير له يعني السوليوشن، وعلاش على حسب انت كيفاش كتشوف داك الداتا تقدر تفيدك من بعد في الماشين ليرنينغ موديل، وشحال ديال التايم اللي ما كيأثرش مثلا على انك تاخذ داك الديسيجن. كاينه مثلا ستوك ماركت ديتا، مثلا واحد الستوك مثلا اللي دوينا على امازون، فامازون مثلا كل مره كيشريو منه الناس، يعني في ثانيه في جزء من الثانيه راه الناس كيشريو. ففي الاناليسيس ديالك راه خصو يكون فهمتي الداتا ديالك، يعني كل مره كاين واحد الابديت، كل مره كاين واحد الابديت. كاين الويذر ميجرمنت، كتشوف مثلا الحاله ديال الطقس، فهذه حتى هي تايم سيريز ديتا. كل نهار كنعرفوا شحال كاين، شحال درجه الحراره، كاين اللي عندهم كل ثانيه باش كيعرفوا شنو يقدر يوقع من بعد. هذه تايم سيريز ديتا. اخر تايب اللي غنشوفو اليوم اللي هو جيو سبيشال داتا related to geographic location or spatial coordinate. مثلا بحال اكستراكتين الداتا ديال المابس باش كنشوفوا شنو واقع في المابس، تبناو ديور جداد ما تبناوش ديور جداد. هاد الداتا الصراحه سبيشال في انك تتعامل معها، حيت فيها مجموعه ديال لي ديتيل، اللوكاسيون ديال ديك الحاجه، شنو تبدل فيها باي تايم الى اخره. يعني هذه المابس والجي بي اس ديتا. نتمنى صراحه تكونوا فهمتوا معنا الديتا اليوم، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو تقدر تبارطاجيوه مع اصحابكم، وحطوا في لي كومونتير الاسئله ديالكم الا كان عندكم شي سؤال. ان شاء الله دابا نشوفكم. شكرا بزاف، نشوفكم في حصه جديده ان شاء الله.